عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. تدخل الممثل والمخرج محمد علي النهدي في برنامج ويكاند على الكيف على ديوانية اف ام، وكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده لمين النهدي الذي تعرض مؤخرا إلى وعكة صحية، وحالة والدته الفنانة القديرة سعاد محس التي تعاني من مرض الزهايمر. وقال دليل أن حالة والده مستقرة ويخضع للعلاج بإحدى المصحات بعد إصابته بالمتحور الجديد من النزلة الموسمية. وبخصوص والدتي، قال: بالنسبة للفنان سعاد محاسن ربي يعطيها القوة والصبر، أنا وعائلتي قايمين بالواجب وأكثر ومش مزية، وقل شيء نجمو نعملوه حتى كي نحط راسي فوق المخدة. أنا عديت 3 أيام صعاب على خاطر جاتني بين يمين ويسار مع الوالدة والوالد اللي هي في مرحلة متقدمة من الزهايمر، ما عادش تتكلم وما عادش تمشي. الطب والمختصين قالونا في المرحلة هذه الحاجة الوحيدة اللي تنجم تفرادها شوية هي العائلة. هنا نعمل في المستحيل باش نكونوا لأكثر ما يمكن باش نبهى، وإن شاء الله يا ربي يشفي الممثل القدير لمين النهدي وزوجته الفنانة سعاد محسن.